يا مساء الخير، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هنفنش مع بعض التورتايه القمر دي تورتايه مقاس 18. التفنيش بتاعها سهل كده ولذيذ وسريع، ان شاء الله يعجبكم. انا طالعه معاكم الفيديو ده اقول كلمتين بس. طبعا اصحابي اللي شغالين في نفس المجال او كل اللي شغال في المجال هيفهم الكلام ده كويس قوي. المفروض لما باجي حد يطلب مني تورتايه عموما، المفروض بيدفع ديبوزيت عربون، يعني عربون، تمام كده. طيب ليه بيدفع ديبوزيت؟ بيدفع ديبوزيت علشان خاطر ان هو يأكد الاوردر، مش عشان خاطر ان انا باخد منه الفلوس عشان انزل اجيب الخامات واعمل له التورتايه. لا والله، مش الموضوع مش كده خالص. الموضوع تأكيد للتورتايه. ليه بقى؟ لاني انا ممكن اجيب الخامات واجهز الحاجة التورتايه نفسها، ويجي العميل نفسه يلغي الحجز او قبلها بكام يوم يلغيه، او ممكن ما يجيش اصلا يستلم التورتايه. تخيلوا، ما يجيش يستلم منك التورتايه. طيب وبعدين؟ فالديبوزيت ده انت بتاخديه ضمانا ليكي، يعني انت خلاص جبتي خاماتك وجبتي حاجتك وشغاله ومجهزه الاوردر بتاعك. جه العميل بقى لغى، خلاص يعني العربون ده او الديبوزيت ده ما بيرجعش، مش بيرجع خلاص، يعني ده بتاعك انت لان هو اللي لغى. تمام. ما جاش يستلم التورتايه، خلاص بقى عوضك على الله، يعني لان الديبوزيت ده بيبقى حاجه بسيطه من تمن التورتايه. زي موقف حصل معايا كده، حابه اقول لكم عليه في السريع. زي انا حد طلب مني تورتايه انا معرفهاش، يعني من المكان اللي انا فيه، فكل اللي انا عملته خدت منها رقم تليفونها بس. يعني تخيلوا، جه وقت التسليم التورتايه ارن عليها من موبايلي، من موبايل زوجي، عملت لي حظر. هي عملت حظر على اساس ان ده رقم غريب. انتوا متخيلين؟ بعد كده بعتلها على الماسنجر فردت عليا واعتذرت لي طبعا، وده غلطة مني ان انا المفروض كنت اديها الرقم بتاعي. وطبعا الواحد بيتعلم من المواقف اللي زي كده، واستلمت الاوردر الحمد لله.